السلام عليكم. اليوم حابة أقدم لكم طريقة عمل تبسي الباذنجان. راح أسويه على دجاج بطريقة سهلة جدا. راح نحتاج باذنجان، بصل، طماطة، بوتيتا، ثوم، وبصل أخضر وليمون للتزيين فقط. غسلت عندي الخضار وسويتها شرايح بهاي الطريقة، وراح أخلي طاوة على النار وراح أضيف لها شوية زيت. بس يحمى راح أقلي البوتيتا على الوجهين. أريد البوتيتا تاخذ اللون الحلو. وصارت عندي جاهزة. راح أقلي البصل بدون زيت، مجرد أحمره من الوجهين. وصار وقت أقلي الباذنجان، وبعد أن أكمل قلي الباذنجان راح أنشفه. وصارت عندي الخضار جاهزة. راح أبدي بالدجاج. اختاريت الساق أو الجزء الأسفل من الفخذ، غسلته وخليته بجدر، وراح أضيف هيل وماجي خضار، وراح أضيف مي، وراح أخليه على النار لمدة نص ساعة. أني ما أريده ينطبخ كلش، أريده تقريبا 3/4 استواء. وصار عندي جاهز. راح أصفي المي وأحتفظ بيه، وراح أجيب تبسي. راح أخلي أول طبقة من الباذنجان، وفوقها بصل وثوم، وراح أخلي شرايح طماطة فريش، وطبقة من البوتيتا، وراح أضيف بصل. انتو تخلون الطبقات اللي انتو حابيها. وآخر شي راح أخلي على الوجه الدجاج. وعندي المي طلع كوبين صفيته، وراح أضيف له ملعقتين طعام معجون، ملعقة طعام ملح، نص ملعقة طعام فلفل أسود، وملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. أنا أحب نكهة الباذنجان تظهر، فما أخلي بهارات هواية. وأضيفها على التبسي. وحميت الفرن على درجة حرارة 400. راح أخلي التبسي بالوسط لمدة نص ساعة. وبعد نص ساعة صار عندي التبسي جاهز. طبعا طبق رائع كلش طيب، والخضار مستوية والدجاج مستوي، وماخذين نكهة كلش طيبة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا بالوصفة.